في هاد الليله كان غادي يكون واحد العرض مهم ديال جامعه شينغهوا اللي كانوا كيقولوا عليها هارفارد ديال الصين. وكان غيكون هاد العرض في واحد الاوركسترا ديال بيجين سيمفوني. هنا كيبانوا لك الناس اللي خدامين تماك كيجريو غاديين جايين كيحلوا البيبان للضيوف اللي كيجيو لهاد القاعه، وكيبانوا لك الطوموبيلات كحلين زاج فيمي جايين غاديين واحد مورا الاخر. والناس اللي كيخرجوا منهم وكيدخلوا القاعه باينه فيهم من الطبقه البرجوازيه، من اللباس ديالهم، من الطريقه باش كيهضروا، وباينه فيهم عندهم مكانات مهمه جدا في المجتمع. في وسط هاد الضغط كامل القاعه عمرات بالضيوف كانت واحد الطالبه سميتها لينغ. هاد الطالبه كان عندها عرض سولو المده ديالو 6 دقائق، التركيز كله ديال الجمهور غادي يكون عليها لمده 6 دقائق. فاكيد داك التوتر ديال انها ما خصهاش تغلط وخصها تبهرهم. لينغ غير دخلت للمسرح اولا طلعت فوق المسرح، جلسات قدام الاله الموسيقيه ديالها، وإن فوا بدات كتعزف على هاد الاله مشات منها كاع داك الخلعه وكاع داك التوتر، قدمت واحد العزف كما كيقولوا كيحبس الانفاس، وكلشي ناض وبدا كيصفق ليها. داز كلشي هو هذاك. لينغ ما مشاتش تحتفل معاهم بعد العرض، كانت باغا غير تمشي للدار تدوش وتنعس. وداكشي اللي كان، مشات للدار دخلت دوش، وهي كدوش وهي كتغسل شعرها كتلاحظ بلي كيطيح ليها بزاف شعرها، ماشي بديك الطريقه العاديه اللي بزاف د البنات كيعانيو منها، ولكن كدوز غير يديها من شعرها بلا مشطه وكتجبد بزاف ديال الشعر، كمشات ديال الشعر وكتلوحهم في الدوش. شعرها ما باش يحبس كيطيح، فغير خرجت من الدوش جات تشوف راسها في المرايه، لقات بحال دي طاش ديال الصلع، يعني شعرها فيه هكا بقع ديال الصلع من داك الشعر اللي طاح ليها، بحال شي واحد حيدهم ليها من الجدر. فللاسف كانت هذه غير البدايه ديال داكشي مناش غادي دوز لينغ. في اسابيع قليله لينغ غادي تولي في كرسي متحرك، ما كتحرك ما كتهضر، وحتى في عقلها ما بقاتش ديك الطالبه المتفوقه، ولات عندها عقل ديال طفله صغيره بزاف. ومشكلة هذا ما كانش حادث وقع ليها، ما كانش شي حاجة وراثية، كانت شي حاجة غير طبيعية كتوقع لينغ، وللأسف حتى شي واحد ما كان فاهم اشنو كيوقع ليها.